السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم طريقة عمل الكرواسون علشان خاطر المدارس بقى والاولاد يفطروا بيه الصبح بقى وياخدوه معاهم في المدارس. هنعمله بطريقة سهلة جدا وهنخليه هش ومورق كده وبطريقة بسيطة جدا، غير الصعبة اللي بتخلينا نكسل نعمله، اللي هو تقعدي ترقي في العجينة وتدخليها التلاجة وبعدين تطلعيها وترقيها تاني. لا، انا مش هعملها بالطريقة دي جدا، انا هعملها لكم بطريقة بسيطة قوي وهتحبوا انكم تعملوها كل شوية. خلاص، انا دلوقتي معايا كوباية ونص من اللبن، ومعايا ربع كوباية من الزيت، ومعايا زبدة او سمنة زي ما انت بتحبي، دي هاتين بيها بس الراق، ومعايا معلقتين سكر كبار، ونص معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة خميرة بيرة، وبيضة، وطبعا الحشو شوكولاتة او جبنة. انا هعمل لكم الاتنين، هعمل شوية جبنة وشوية من الشوكولاتة. خلاص، اول حاجة هنعملها بقى، هنجيب طبق كبير كده، هحط فيه اللبن، وهنحط الملح والسكر، وهنحط الخميرة، معلقة خميرة، وهنحط البيضة، وهنحط الزيت، وهنقلب كل الخليط ده مع بعضهم كده، هنقلبه جامد اهو يا جماعه. قلبت الخليط كويس قوي كده لحد كل حاجه ما دابت. انا هنا بقى معايا 4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات دي يعني حوالي كيلو دقيق بالظبط. خلاص، هحط الدقيق تدريجيا كده لحد ما تبقى عجينه متماسكه معايا. خلاص، انا عايزاها عجينه متماسكه، متبقاش لينه قوي او طريه قوي، لا انا عايزاها متماسكه عشان اعرف افردها. احط الدقيق كده شويه شويه كده عشان اعرف افردها معايا وتبقى تتفرد معايا بكل سهوله. خلاص اهو، هفردها بقى بايدي كده. اهم حاجه انك انت تعجنيها كويس قوي، تملكيها كده العجينه علشان خاطر تبقى ليها عرق كده وانت بتعمليها، ما تبقاش ايه لينه او طريه كده وانت بتفرديها وتتعبك قوي في الفرد. خلاص، هعجنها وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهي العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها وملكتها كويس قوي، شايفين تبقى بالقوام ده. هسيبها بقى تختمر شويه لحد ما حجمها يزيد وهرجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهي اختمرت معايا العجينه، شايفين وحجمها زاد ازاي. هبدا بقى اقطعها كور صغيره بقى، وهبدا ان احنا نفردها. يلا دلوقتي يا جماعه اديني كورتهم كور صغيره اهي. خلاص، هبدا بقى اخد كل كره كده وهرش شويه دقيق وهنفردها زي ما بنفرد الفطير بتاعنا، نفس فكره الفطيره بالظبط. خلاص، هنرقها يا جماعه، بس ما نرقهاش قوي، يعني مش هتبقى رقيقه خالص زي الرقاق كده. لا، هنرقها كده تبقى سمكها حلو علشان خاطر يبقى ليه قلب كده الكرواسون ويبقى مورق وجميل كده. يعني هنرقها لا تبقى رقيقه قوي ولا سميكه قوي. خلاص، هنرقها انا كده وبعدين ارجع. بصوا يا جماعه اديني رقيتها اهو، الرقاقه كبيره كده. بصوا لا تبقى تخينه قوي ولا رقيقه قوي. في ناس بتعمل بقى تدهنها بالزبده وتحط رق تاني فوقيها وتدهن تاني لحد ما تخلص كل الرقات فوق بعضيهم كده، بعدين تدخلهم في التلاجة يجمد شويه وتطلعهم تفردهم تاني.
الحركه دي صعبه قوي وبتخلينا نزهق ان احنا نعمل الكرواسون بسبب الطريقه دي. انا هعملها بنفس طريقه الفطير وهيبقى مورق معايا وجميل قوي. خلاص انا جايبه الزبده اهو او السمنه، هدهن كده اهو. الطريقه دي سهله جدا في نفس الوقت مش هتبقى معانا معقده كده زي التاني اللي كل شويه نعمل راق وفوق راق والكلام ده. لا ده هيبقى سهل جدا. اهو يا جماعه انا دهنتها كلها اهي بالزبده. خلاص هجيب ايه، هجيب النص ده كده احطه كده. خلاص بعد كده هدهنه تاني نفس طريقه الفطير بالظبط. خلاص عشان يبقى مورق وجميل جدا واسهل بكتير قوي من اللي احنا نعمله ايه راق فوق راق والكلام ده. خلاص بعد كده هجيب النص التاني ده هحطه بالطريقه دي. خلاص شايفين، هحط هنا بقى ايه سمنه تاني كده. خلاص هجيب النص ده كده اهو، النص بالظبط. خلاص تاني برضو كده اهو. بعدين هجيب النص التاني بالطريقه دي. خلاص هحطها بقى في التلاجة 5 دقايق بس السمنه تمسك نفسها، وبعد كده هبدا افردها تاني. فالطريقه دي سهله جدا عن انك انت تحطي كل شويه رقاقه فوق رقاقه، فبتاخد وقت معانا. خلاص انا هدخلها دلوقتي في التلاجة وهبدا اخلص ايه الكميه اللي معايا كلها وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهي لما حطيتها في التلاجة شايفين جمدت اهي. هبدا بقى ان انا افردها اهو بالنشابه كده، افردها جامد لحد ما تبقى معايا رقيقه جدا. هنرقها خالص كده، نقعد نفرد كده بالنشابه. يا جماعه فردتها جامد اهو بالنشابه كده جامد كده. خلاص هبدا اعمل ايه بقى، هقطعها كده في النص كده بالطريقه دي، وهبدا نعمل مثلث كده نقطعها مثلثات كده اهو. وزي ما انتوا حابين يا جماعه، حابينها كبيره قوي صغيره قوي على حسب ذوقك. خلاص اهو. خلاص هنبدا نعمل ايه بقى، هنجيب مثلث زي كده، وهبدا اجيب انا الشوكولاته بقى ايه قطعتها حتت صغيره بالطريقه دي، والجبنه برضو نفس الحكايه قطعتها حتت صغيره. هبدا اجيب الشوكولاته اهي كده اهو. خلاص وهنبدا يا جماعه نعمل رول كده اهو، ونشد واحنا بنعمل اهو. شايفين اهو إيه عشان الشوكولاته بقى ما تطلعش، هنضغط هنا وهنضغط هنا كده جامد اهو بالطريقه دي، ونحط بقى في الصينيه بتاعتنا. هجيب واحده تاني هنا هعمل جبنه نرقها جامد كده علشان ما تبقاش ايه عجينه معانا، تبقى ايه هشه وحلوه. خلاص كده ونبدا بقى نلف الرول بتاعنا كده اهو بالطريقه دي. شايفين هنعمل طبعا صينيه شوكولاته لوحديها وصينيه ايه جبنه لوحديها. خلاص اهو كده. بالطريقه دي يا جماعه اهو. نعمل دي بقى جبنه كده
كمان شوكولاته. خلص الكميه اللي معانا نفس الطريقه دي يا جماعه. يا جماعه نعمل واحده تانية اهي. شايفين جمدت ازاي؟ لما تتحط في التلاجة بتجمد، بتبقى حلوه، بتبقى سهله ان احنا نفردها اهو. هبدا افردها بقى جامد. اهي يا جماعه فردتها جامد اهو، شايفين؟ هبدا بقى نعمل كده اهو، وهنبدا بقى نقطع مثلث كده اهو. بالطريقه دي هنبدا بقى ايه، نفرد دي كده جامد كده اهو. هنبدا بقى نحط الشوكولاته اهو بالطريقه دي، ونقفل هنا يا جماعه عشان خاطر الشوكولاته ايه ما تطلعش مننا. خلاص دي كمان اهو. نحط بقى الجبنه كده اهو اهو بالطريقه دي. بس اهو نضغط كده، هنضغط كده اهو علشان خاطر الشوكولاته بتسيح وبتطلع من الجناب، فهنطلعهم بالراحه. خلاص هنا برضو كده اهو. نحط جبنه واخلص بقى الكميه كلها اللي معايا اهو وارجع لكم. مش كان مرة اهو يا جماعه خلصت الكميه كلها بقى، هسيبها تختمر شويه وهرجع لكم. خلاص دلوقتي يا جماعه اهي اختمر، شايفين حجمه زاد ازاي؟ دلوقتي انا جبت بيضه وعليها رشه فانيليا، وهبدا اعمل ايه بقى، هدهن الوش من فوق كده علشان خاطر يحمر معانا ويبقى جميل. لما نيجي نحطها بقى في الفرن يا جماعه ونطلعها بعد ما تحمر معانا بقى عشان ما يبقاش الوش بتاعنا ناشف، هنجيب بخاخه اللي هي اللي بنحط فيها الميه دي، نحط ميه ونبخ عليهم ونغطيهم على طول بفوطه كده علشان خاطر تبقى طريه معانا وهشه وتبقى زي القطن كده، عشان لو ما عملتيش الخطوه دي هيطلع معاكي الوش ناشف. لكن عايزه الوش بقى يبقى طري وحلو خالص، اعملي الخطوه اللي انا بقولك عليها دي. البخاخه حطي فيها شويه ميه يا دوبك بخه كده والتانية وخلاص. اهم حاجه نغطيهم بفوطه علشان يفضل طري وجميل. خلاص انا كده ايه خلاص عملتهم. هبدا ادخلهم بقى الفرن تكون سخنه يا جماعه على 180، وهنعلي من فوق ومن تحت كده لحد ما ايه يحمر معانا فوق وتحت وكل. خلاص ادخلهم الفرن وارجع لكم. اهو يا جماعه الكرواسون بتاعنا بقى لما جهز وخلص خلاص. قبل ما اطلعه رشيت عليه، حطيت البخاخه ورشيت عليه ميه عشان يبقى بصوا طري جدا وهش. بصوا ازاي يا جماعه خفيف قوي، بصوا من ورا ومن قدام جميل جدا. اقطع لكم واحده بقى، ده بالجبنه شايفين مورق وحلو ازاي. اوريكم واحد بقى بالشوكولاته، شايفين الشوكولاته فين؟ يا جماعه ده بقى بالشوكولاته. هحط لكم واحد بقى شايفين
شايفين مورق ازاي يا جماعه من جوه، بطبقاته وهش جدا. بصوا خفيف جدا اهو. ده بالشوكولاته وده بالجبنه، مورق وجميل جدا وهش يا جماعه، ما اقولكوش بجد خفيف قوي. يا رب بقى يعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. ويلا بقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.